صباح الفل على الكل. يعني اتأخرت عليكم واعذروني، ان شاء الله مش هتأخر تاني. اولا انا بس برضو يعني من الاسباب، من ضمن الاسباب اللي يعني مش بطلع، ان اكيد انا زيكم، يعني انا منكم، فانا من الجمهور، وانا مش شايفة اي حاجة ممكن اطلع اتكلم عنها غير اني هغلط. وقلت الكلام ده كتير في كل فيديوهاتي. طب انا هطلع يعني، طب هقول ايه؟ ما انا نفسيا كمشجعه زملكاويه من سنين كتير جدا 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 جدا، اللي بشوفه الفتره دي انا ما شفتهوش، وعندي كميه احباط وحزن واكتئاب. انا مش قادره اتكلم. يعني انا حتى بستغرب على الناس اللي بتقعد تطلع كل يوم تقول كلام. هو انتوا بتقولوا ايه وعن ايه؟ يعني هي الموضوع موضوع ان انا اعمل فيديوهات كل يوم فهي شغله فبزنس، فانا هطلع اقول اي كلام؟ ما لازم اطلع اقول حاجه تخلي الناس يا تستفيد يا تفهم، يا نقول مفيش حاجه، مفيش احداث. انا بس هو السؤال اللي محيرني هو فين نائب رئيس نادي الزمالك اللي لما كسب بفرق اصوات بسيطه العتال قعدت الناس تهيص؟ هو فين؟ هو حد بيسمع عنه؟ يعني هل بيتذكر اسمه؟ هل عمل حاجه مثلا؟ يعني في حاجه حصل؟ يعني انا ما بسمعش اسمه، انا ما بسمعش حاجه عنه. الناس اللي كانت بتقول اصل المجلس اللي فات كان قرارات فرديه ومش قرارات فرديه، هنا جماعيه. هو حد بيسمع حاجه عن اي عضو مجلس اداره في اي ملف خده عمل قرار؟ هو حد سمع حاجه عن رجل الميديا الأول في الشرق الأوسط، رجل اللي هيغير القناة، اللي هيظبط الدنيا، اللي هيعمل إعلانات، اللي هيجيب طفرة، واللي هيعمل مش عارف إنجازات؟ هاني شكري، حد سمع عنه حاجة؟ حد سمع أي حاجة؟ طيب رجل الأعمال بيرزي، حد سمع حاجة؟ هو يا جماعة أنا بس أنا بقول وأنتوا هتقولوا لي. أصلا أنا لما كنت بتكلم بقول لك دي موجهة وتبع مجلس تاني، وسبحان الله بقى الناس اللي كانت بتدافع عن المجلس اللي فات فجأة بيقول لك انتوا بتعملوا ايه؟ ما هم حسوا ان ما هم لو طلعوا قالوا عكس كده يبقى انتوا مش بتحبوا الزمالك. فقال لك ايه لما ننتقد؟ وبعدين انا ما كنتش اعرف كابتن لبيب ده من قبل اللجنة اللي جه مسكها، وده اللي انا قلته. حد فيكو سمع عنه قبل كده؟ ماليش دعوه بقى كان بيلعب كرة يد زمان، ما انا ما شفتوش. ما هو في ناس كده زي مثلا كابتن احمد سليمان ده، حد فيكو شافه لابس تيشيرت الزمالك ومثل الزمالك في اي مباراة؟ هو حد فيكو شافه او عرفه الا من ايام كابتن حسن شحاتة والمنتخب؟ طيب عشان كده انا كنت بقول يا جماعه، اصل انا قلت لكم قبل كده، لا رئيس نادي الزمالك السابق كان مرشح، ده هو مستقيل هو مجلسه. فانا لما هاجم ليه؟ اهاجم لو انا هو نازل ضد حد انا عايزاه هو اللي يكسب، هو مش موجود. يعني انتوا لما بتقولوا اصل اللي فات غلطات، انتوا مين اللي كانوا مرشحين؟ مين فيهم تحس ان هو يقدر يمسك منظومه رياضيه؟ مين؟ كابتن حسين لبيب كان ماسك قبل كده ما عملش حاجه، بيرزي ما عملش حاجه، كابتن حسين السيد ما عملش حاجه. مين بقى؟ يعني مين فيهم مسك قبل كده؟ احمد سليمان ما عملش حاجه. فانتوا النهارده بتقولوا لنا دفعوا، وبعدين اصل لسه بقى لهم اسبوع. اصل قلت لكم ايه؟ قلت لكم هيفوت شهر واتنين. انتوا عارفين احنا المركز الكام؟ انتوا عارفين الزمالك بقى ال11 يوم ما هتكسب وتخسر ومش عارفه ايه وتتعادل على رأي صديق ليا زملكاوي هتبقى كام؟ التاسع. فين الملفات اللي كانوا؟ هو مش قالك احنا واخدين الملفات وبذاكرها، وحسين اللي بيقولك انا الملفات كلها عندي يا جماعه ده انا مش شايفه قرار غير رفض، اقاله، استقاله تتقدم بالاجبار. زي كابتن حماد عبد الباري قال لك انا استقلت، انا غير مرغوب فيا من الجهاز. طيب لما كابتن حماد عبد الباري يطلع يقول لك اصل احنا في ماتش الهاند بول في السوبر لعبنا اخر مش عارفه كام ثانيه 7 واحنا ما اتمرناش على ان احنا نلعب 7، يبقى ده عيب ايه؟ ما هو لما يقول لك كده يعني مدير فني ما دربش اللعيبه انك لو بقيتوا 7 تعملوا ايه، ومتمسكين بيه، متمسكين بالمدير الفني اللي كان في مجلس معينه وطلع شتم المجلس ده.
هو ده الوحيد اللي من اللي فات متمسكين بيه. هو الزمالك رايح على فين؟ انت رايح على فين؟ هو انت فاكر ان ممكن في لعيب يرضى يجي يلعب دلوقتي في نادي الزمالك؟ هو يا دوبك انت زي ما انت بتعمل كده بتدور على حد من الدرجه الثانيه، انت صعدت الناشئين، ده انت يا راجل اقلت كل اللي في قطاع الناشئين اللي هم سبب نجاح الناشئين اللي انت بتستعين بيهم دلوقتي. انت مش جاي عشان الزمالك، انت مش جاي علشان الزمالك. انت النهارده مين؟ انا اسفه، زيزو. وزيزو النهارده عشان يفضل يلعب فين؟ هو مين نجوم في الفرقه عشان زيزو يقول لك لا انا كده بعمل نجوميتي وهعمل كياني ومستقبلي طول ما انا في النادي، انا نجي بطولات وبنلعب. انت ما عندكش حتى بطولات بتلعبها، انت ما فيش. زيزو لو فضل، انا هو بقول لك زيزو ده لو فضل نجوميته هتهبط، هو ما بيلعبش بطولات، هو في المركز ال11 اهو. المجلس طلع قال ما جالوش عقود، ولو جات له عقود هنقول لكم. يعني المبدأ موجود، الناس دي جايه، الناس دي عارفه انها هتمشي وان المجلس ده غير قانوني وهيطعن عليه وبيقول لك نخربها قبل ما نمشي. خدوا مني، شفت فيديو منتشر لناس على فيسبوك بيقول لك الوحيد اللي بيشتغل المندوه حسام المندوه الحسين، حسام اللي هو ايه، خلاص هو دلوقتي جه قرار لازم بعزله من منصب امين الصندوق. اما نطلع كل المجلس وحش ونقول ان هو الوحيد اللي بيشتغل. اشتغل عمل ايه؟ ضرايب ايه اللي هو عملها؟ الضرايب اللي عملها الاستاذ احمد فؤاد الوطن. هو عمل ايه للضرايب؟ جاب اتوبيسات عشان توصل الجمهور من المدرسه، والنبي بعت لي 17 اتوبيسات من بتوع المدرسه علشان يوصلوا للمشجعين. اما جامل بتوع المشجعين وديهم تذاكر ويروحوا ببلاش ويعملوا ايه عشان يبقى في كذا. هو ما عملش حاجه على فكره. اللي طالعين بيدافعوا قوي وشفت الناس معجبه قوي بالكلام، هو ما عملش حاجه. هو ما فيش حد في المجلس ده عمل حاجه. هو عارف اولا هو لو بيحب الزمالك بجد، عشان الفيديو اصله والوحيد اللي بيشتغل كابتن حسام مندوه الحسيني وحسام المندوه، ولو بيحب الزمالك ما كانش ترشح، لانه عارف ان ترشيحه غير قانوني، وانه لما هيجي طعن عليه المجلس كله هيمشي. يبقى ده لو بيحب الزمالك اسيب المنصب ده؟ يا سيدي انا عندي شغلي والبيزنس بتاعي وعضو مجلس شعب وانا كده غير قانوني، لا مش هرشح نفسي. ده لو بيحب الزمالك. لكن ما تجيش تقول لي اصل الوحيد اللي بيشتغل. انا ما شفتش حد في المجلس ده بيشتغل. الجماهير بقى والناس اللي كانت بتشكر في المجلس اللي فات وتتغزل فيه وبعد كده هجمته وشتمته، هو انتوا فين لما كنتوا بتقعدوا تعيطوا وتندبوا لما بتخسروا في كرة الصلاة وتقولوا احنا الكوماندوز، احنا ملوك الصلاة، الله يخرب بيت اللي كان السبب والعزبة؟ انتوا فين؟ انت يا راجل بتخسر بالسكور، انت بتخسر بسكور، ما بنسمعش نفسكم. انت نازل بتلعب، انت ما عندكش لعيبه، وبعدين يقول لك اصله اصبروا شويه يا جماعه احنا هنفتح القيد، وانت كمان مش عايز تفتح القيد. هو انت مش عايز تفتح القيد ومش عايز تجيب صفقات، مش عايز تدفع غرامات، امال انت جاي تعمل ايه يا جماعه؟ هو فين الفلوس اللي كنتوا بتتكلموا عنها؟ انتوا مستنيين؟ لا المجلس هيرفع، ما هو المفروض كان اول حاجه يعملها يرفع القيد. ما تحل مشاكل النادي، ما تحل مشاكل الزمالك، ما تخلي الزمالك يمشي على الطريق الصحيح. انت من اول يوم كنت جيت كنت دفعت غرامات، كنت فتحت قيد، كنت انتوا حد فيكوا زي الاول بيحلم انه يجيب صفقه؟ انتوا مش هتجيبوا صفقات. احنا من سيء لأسوأ. اعضاء مجلس اداره بتطلع في البرامج، بقيت ايه ده؟ هو ايه اللي هو ده الزمالك؟ انت بقيت ال11، متخيل هتوصل لايه؟ للثامن ولا التاسع؟ هو ده الزمالك اللي كنتوا بتحلموا وتقولوا لنا ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ايوه تفائلوا، احنا متفائلين. متفائل بمين؟ متفائل بمين؟ والله انا من الاول قلت ما هو اصل الناس دي معروفه، اقف في ظهرهم ليه؟ ما هو ربنا خلالنا عقل علشان نقدر نختار، امال ميزنا ليه عن الحيوانات؟ يا جماعه الخير، الزمالك هيفضل في الفترة لحد الطعون ما تخلص من سيء لأسوأ، عشان اللي يجي بعد كده يلاقيها على الأرض. ما تصدقوش إن في حد في مجلس الإدارة مميز عن التاني، كلهم في سلة واحدة، والزمالك هو الضحية. وسلام.